بعد المعادلة الأشهر في المنطقة، النفط مقابل الغذاء، التي أريد منها إذلال النظام العراقي كما رأى كثيرون، يجترح البعض في سوريا معادلتهم الخاصة، الماء مقابل الولاء. حدث هذا كما تظهر الصور في مدينة حمص، وخلاله يتكرس ما يصفه ناشطون سوريون بنمط من التعامل الأمني من البيضاء إلى حمص وما بينهما، يقوم في جوهره كما يقول هؤلاء على تقصد إذلال مواطنين ثم إشاعة صور هذا الإذلال على نطاق أوسع. فمن غير ذي دلالة أن يكون من يصور في حادثتي البيضة وحمص هو من يقوم بنفسه بعملية الإذلال كما تظهر الصور وكما يؤكد ناشطون. علي عباس يلا. على أن استراتيجية الإذلال إذا صح وصف بعض الكتاب السوريين سرعان ما استدعت نقيضها، وهو الإصرار على الكرامة. حدث هذا في درعا مهد الاحتجاجات السورية التي كان شعارها الأول الموت ولا المذلة، ثم تطور مع تصدع أركان ما وصفها ناشطون سوريون بمملكة الخوف، تطور سريعا ليصبح إسقاط النظام نفسه. ومع تطور الأزمة في سوريا واحتمال تحولها إلى أزمة إقليمية يواصل النظام النهج نفسه وفق ناشطين. هنا على الحدود مع تركيا تظهر الصور أزمة إنسانية تتفاقم، لاجئون يكررون سيرة لجوء أخرى في المنطقة كان الاحتلال للسلطات الوطنية سببها. أما ما لا تظهره الصور فتتحدث عنه مواقع يديرها ناشطون سوريون. هناك اعتقالات تطاول المئات حيثما تواجد الجيش وفي أي مدينة دخل، يقولون ما يجعل من رقم 10,000 معتقل الذي تردد قبل أسابيع يفتقر للدقة. كما أن هناك حالات تعذيب واختفاء يتحدث عن بعضها فرون من بلادهم سوريا. نهج دفع هؤلاء إلى الفرار، تأتيهم ممثلة ذائعة الصيت هي في الوقت عينه سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإلى شكاواهم تستمع، بينما يغيب عنهم نجم سوري كان سفيرا للنوايا الحسنة وسبق له أن زار قطاع غزة المحاصر تضامنا مع سكانه وتنديدا بالجيش الإسرائيلي. ولا يتساءل هؤلاء في مخيمات لجوئهم عن سبب غياب دريد لحام عنهم، فكيف يزورهم كما ردد ناشطون من أعاد تعريف العدو ليصبح الشعب السوري نفسه، مستندين في هذا إلى ما نسب إليه من أنه ليس من مهام الجيش الآن محاربة إسرائيل بل حفظ السلم الأهلي، وذاك تعبير ملطف كما سخر ناشطون لعمليات قتل لم تتوقف خلفت ما يزيد على 1300 قتيل سوري برصاص من يقول ناشطون إنه جيشهم الوطني وأجهزة بلادهم الأمنية. هذا وذكر بيان من الصليب الأحمر الدولي أن رئيسه جايكوب كلينبرغر سيصل إلى العاصمة السورية دمشق خلال ساعات للنظر في توسيع نطاق عمليات مساعدة الصليب الأحمر الدولي للاجئين السوريين. ومعنا الآن من جنيف هشام حسن المتحدث الإقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط. سيد هشام، كيف تم الترتيب لهذه الزيارة من قبل رئيس الصليب الأحمر؟